بص، انا عارف انك كاره الحياه في الفتره دي، واصلا مش عارف تذاكر من البرد ده، مش عارف تمسك القلم عشان ايدك متلجه، ولما تدفي نفسك وتلبس بطانيه وانت بتذاكر تلاقي نفسك نعست وكاره الحياه وبرضه مش عايز تذاكر. لكن يا صديقي، المتعه في هذه العثرات، وزي ما انا وقبلي ناس كتير جدا 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 فوق ما تتخيل عدوها ووصلوا اللي هم عايزينه، فاكيد انت كمان تقدر. يعني اكيد زي ما كل دول حققوا احلامهم، فانت كمان تقدر تحقق حلمك. فما ينفعش تيأس او تبطل دلوقتي لمجرد ان نفسيتك خلاص تعبت، او انت خلاص ما عادش قادر تكمل، او عشان انت زهقت من المذاكره، او كل الكلام ده. كان في جمله تحفيزيه كده كنت انا بحبها جدا، كان بتقول ايه: قدام المستقبل هيشكرك على عدم استسلامك النهارده. في جمله تانيه بتقول: هل اعذارك دلوقتي اهم من احلامك؟ وطبعا من اهم الجمل التحفيزيه اللي انا كنت ماشي بيها طول ثالثه ثانوي هي كلمه كابتن محمود الدره، اللي بتقول: لو انت مش هتضحي بالحاجات الصغيره اللي بتحب تعملها كل يوم، فانت هتضحي بحاجه بتحلم بيها طول عمرك. ولا قوم يلا ذاكر، يلا بلاش شغل نسيتك والعك ده، يلا مستقبلك اهم، يلا غبي يلا. انا بقول كفايه كده لان انا اساسا مرهف الحس، ولو فضلت اتكلم في الحاجات التحفيزيه والكلام ده مش هخلص النهارده. فغالبا ده هيبقى الفيديو الجاي على طول. وعلى فكره ده هيبقى فيديو تحفيزي من نوع تالت خالص. يعني حرفيا ما اظنش ان انت هتشوف فيديو تحفيزي بالمنظر ده، هتفهم لما انزله. المهم، احنا النهارده عايزين نتكلم عن المواد الثقافيه بالنسبه للازهر. يعني تذاكرها ازاي، تذاكر من كتب ايه، تعمل ايه بالظبط في كل ماده، اللي هم الخمس مواد اللي عندك: انجليزي ورياضه وكيمياء وفيزياء واحياء وجيولوجيا، بس طبعا يعني مع الاحياء. سواء امتحانك كله هيبقى ام سي كيو او مقالي او ايا كان، يعني مش هتفرق كتير. بص، هي مجموع المواد الثقافيه دي عندك في الازهر 280 درجه. بس الفيديو مش هقول لك نظام الامتحان بيبقى عامل ازاي، لان ده لسه قدام بعدين، لسه بدري على الامتحانات. فهيبقى في فيديو قريب ان شاء الله بيتكلم عن نظام كل الامتحانات بقى، الاسئله بتيجي ازاي والامتحان بيبقى عامل ازاي، بس كل المواد بقى شرعي وعربي وثقافي وكل حاجه. اولا، والماده المفضله لقلبي وهي الفيزياء. رقم واحد: تبقى قاعد في الدرس مركز كويس جدا 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 فوق ما تتخيل. يعني لو ليك واحد صاحبك بيجي معاك الدرس ده، ما تقعدش جنبه، شوف هو قاعد فين وهو في حته تانيه، او العكس صحيح، فاهمني؟ طبعا لو بتاخد اونلاين ما تبقاش كل شويه بقى ايه، تروح تعمل سندوتش، رايح مش عارف ايه، لا مش شغل الكلام ده. مع الفيزياء بالذات ركز كويس جدا وانت بتسمع المحاضره او الدرس. الفيزياء مش مجرد قانون انت تحفظه وتعوض بيه في اي مساله، لا 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 خالص. رقم اتنين: الدرس اللي تاخده لازم تحل عليه في نفس اليوم، ده لازم وحتما ولا بد، عشان لما تيجي تحل ما تحتاجش تعيد على الدرس تاني، فاهمني؟ يعني لمجرد بس ان انت هتراجعه بس 5 دقايق كده، تفتكر انت الكلام كان على ايه النهارده، وهتكتب القوانين اللي انت تحتاجها وبس. يعني مش هتحتاج بقى ان انت تسمع الشرح من اول وجديد، لمجرد ان انت بس ايه، نسيت الشرح كان ازاي اصلا، فاهمني؟ رقم ثلاثة: انصحك بكتابين: الامتحان ونيوتن، لان تدريجة الاسئله فيهم كويسه جدا جدا، يعني بادئ بالاسهل ثم الاصعب ثم الاصعب لحد الافكار العاليه خالص، فترتيبها كويسه جدا وهتخدمك كازهري، وبيخدموا غالبا يعني كل افكار الدرس. رقم أربعة: لو في مساله بقى وقفت معاك وانت بتحل وموتت نفسك حرفيا في حلها وما عرفتش، هتلاقي في قناه على اليوتيوب اسمها الفيزياء والحياه حل الكتب دي كلها. بس ما تروحش تعمل كده الا لما يكون السؤال فعلا انت مش عارف تحله، حرفيا بعد ما موتت نفسك ورجعت تاني على شرح الدرس وعلى القوانين اللي انت كاتبها وعلى كل الكلام ده وما عرفتش تحلها. وهتسمع الفيديو هتجيب بس الجزء بتاع السؤال ده اللي انت مش عارفه، ما تجيبش الاسئله كلها، السؤال بس اللي انت مش عارفه، تفهم فكرته كويس جدا وبعدين اقفل الفيديو. ما تسمعش الفيديو كله على الفاضي، بس لازم تركز في السؤال اللي انت عطلت فيه ده وعلم عليه مثلا باي حاجه، عشان خاطر لو قابلتك فكره زيه قدام، وغالبا الافكار كلها بتتكرر يعني، وعشان خاطر وانت بتراجع مثلا خلال الامتحان او كده ما تراجعش على الاسئله كلها، لا بس تراجع على الاسئله اللي انت معلم عليها، اللي هي اوريدي كانت صعبه بالنسبه لك فانت احتاج مساعده فيها. الفيزياء الامتحان مش لازم يجي من المرشد او امتحانات السنين اللي فاتت، فذاكر كويس، وبعد كل فصل ارجع دور على القوانين اللي فيه كلها واكتبها في ورقه خارجيه مثلا محتفظ بيها او ايا كان، ودي يستحسن تذاكرها بالليل في الروقان كده، وده طبعا مش قرآن، على حسب انت ماشي ازاي. رقم ستة بقى، وده عمهم كلهم: لو عطلت بقى في المادة وفي حتة مثلا انت مش فاهمها، يعني بعد ما حضرت الدرس وذاكرت لقيت نفسك في حاجة برضه انت مش فاهمها او مش عارف تحل، انا ارشح لك مستر محمود مجدي، لان هو يعتبر اكتر واحد يعني بيهتم بالازهر في مدرسين الفيزياء. وفي برضه مستر محمد رضا كان شرحه جميل جدا، في المدرس اللي انا كنت معاه اصلا في ثالثه ثانوي مستر رضا عليه، وبدا ينزل فيديوهات على اليوتيوب، بس ما اظنش ان هو منزل شرح، بيتهيألي منزل اسئله بس انصحك برضه تخش تسمعه لان هو طريقته كويسه جدا في الحل، فانت هتستفيد جامد يعني لما تسمعه. ثانيا، الرياضه، ودي انا بالذات انا ما كانش عندي مشكله فيها، لان المدرس اللي انا كنت معاه كان راجل عظيم جدا فوق ما تتخيل يعني، بكل فروعها بقى: بحث، تطبيقيه، ديناميكا، استاتيكا، كل الكلام ده. هو بص، ما تخافش منها قوي، لان الامتحان حرفيا بيجي من امتحانات السنين اللي فاتت، او بمعنى اصح من كتاب المرشد، او بمعنى اصح اكتر من كل ده من كتاب المعهد. ده لو ما جبتش جديد يعني، واللجنه مثلا اللي بتحط الامتحان اتغيرت او اي حاجه حصلت، ولا ما تروحش تشيل قبح وتيجي تشتمني انا في الاخر. لا يا حبيبي، روح ذاكر، انت تذاكر كويس جدا وتحل كويس جدا برضه من كتاب المعاصر مثلا، بس اهم حاجه ركز على اسئله كتاب المعهد. يعني ما تجيبش كتاب المعاصر كتاب فيه مثلا 200 سؤال على الدرس، وانت هتلاقي مثلا 20 سؤال جنبهم علامه كتاب المدرسه دي، حلهم يعني، ما تشغلش دماغك بقى في الحاجات اللي مالهاش لازمه. ثم في الاخر خالص بقى قبل الامتحان تحل امتحانات السنين السابقه او كتاب المعهد او الحاجات دي، ما تكسفوناش يا جدعان. وعلى فكره لازم في الرياضه جدا يعني تجيب كتاب المرشد، لان هو اولا بيبقى ملخص المنهج كويس جدا، يعني ملخص القوانين بطريقه كويسه. على فكره ممكن تلاقي فيه بعض الغلطات بس اللي هي ايه يعني، ممكن تتغاضاها، فاهمني؟
بتبقى واضحة وصريحة إن دي غلطة، فاهم قصدي؟ ده غير إن هو طبعًا هيدربك على نظام الامتحان كويس جدًا يعني بيبقى مرتب لك الأسئلة بنفس شكل الامتحان بتاع آخر السنة. لو عطلت بقى في الرياضة أو في درس أنت مش فاهمه مثلًا بعد ما ذاكرته هتسمع مين؟ أنا بارشح لك 3. أول واحد السير الشامي، الراجل ده مالوش حل يا جدعان، مالوش حل، الراجل ده عبقري. عندك رقم 2 أستاذ لطفي زهران، ورقم 3 وده اللي لازم وحتمًا ولا بد تسمعه في ليالي الامتحان مستر سعد عبد المنعم. يعني أنا عن نفسي كنت باسمعه في ليالي الامتحان حرفيًا، يعني كنت ساعات ما باحلش كويس بس أسمعه، لأنه حرفيًا بيبقى لامم كل أفكار كتاب المعهد، فاسمعه في ليالي الامتحان هيفيدك كويس جدًا. وأستاذ الشام هتسمعه لو أنت مثلًا عايز تراجع على المنهج أو على منهج كامل، فاهم قصدي؟ يعني مثلًا بحتة لوحدها كاملة، التطبيقية لوحدها كاملة، استاتيكا كاملة، فاهم؟ إن هو منزل بلاي ليست عن الكلام ده، ما أعرفش سابها والّا لأ بعد ما المنهج اتغير أو في حاجات كتير اتمسحت. ثالثًا الكيميا، لو في درس أنت مش فاهمه هتسمع الأسطورة تاجر البطيخ خالد صقر. الراجل ده معلم يا جدعان، وعلى فكره انا اشتركت معاه في فتره المراجعه النهائيه وجبت الكتاب بتاعه، وانصحك برضه تعمل كده. وحرفيا كان بيراجع على كل كلمه في المنهج واكتر من مره، تمام؟ يعني حرفيا انا كنت زهقت اصلا، كنت داخل الماده خلاص انا فارمها خلاص ما عادش فيه بقى، وبيحل كتير جدا بقى وكل الافكار اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش، وكان بيحل برضه امتحانات الازهر، فهو كان مهتم بينا جامد الصراحه. بالنسبه للكتب بقى انا عن نفسي ما جربتش غير الكتاب الوافي والمذكره اللي كان المدرس بتاعي عاملها لنا، وكانوا كافيين جدا على فكره، يعني فيهم كل افكار الاسئله والمراجعه والحاجات اللي تخص الازهر. يعني في الاخر خالص بقى وفتره المراجعه كنت عليك كده مستر خالد صقر وكتاب المرشد. رابعا الحياة والجيولوجيا، وانا ما اعرفش حاجه عن الجيولوجيا دي، ما خدتهاش اصلا ولا اعرف هي بتتكلم عن ايه، بس اسمع انها مش صعبه يعني، فما تصعبش الموضوع على نفسك. وكان في جيو ماجد امام، ما اعرفش هو بينزل فيديوهات ولا لا الصراحه، فانا ما اقدرش افيدك في الجيولوجيا. الاحياء مش بس فهم، بتحتاج تحفظ برضه شويه حاجات، لان انت كازهري عندك شويه اسئله بقى ايه، على ماذا يحدث، على المفهوم العلمي وكل الكلام ده، فانت لازم تبقى حافظ كويس الحاجات دي بتتكلم عن ايه. غالبا المدرس بتاعك هيبقى عامل حسابه على الكلام ده من بدري، فهيبقى عامل لكم اسئله خاصه بالازهر او مذكرات مثلا زي المدرسه اللي انا كنت معاها كانت عامله لنا كده. ده غير طبعا كتاب المرشد في الاخر يعني لازم تجيبه وتحله. هو نظام الامتحان بتاع الازهر بيبقى مختلف شويه عن بتاع العام، وان كان في الامتحان بتاعي كان في بعض الاسئله المتخلفه، ولكن الى حد ما يعني كان الموضوع متقبل. وامتحان الاحياء كان يعتبر اصعب امتحان عندنا، بس اللي هو فاهم مش مقارنه بتاع تربيه وتعليم، فاهم قصدي؟ واهم حاجه طبعا في الاحياء، اهم حاجه حرفيا يعني في الاحياء هي الرسم. يعني انا عن نفسي كان جاي لنا في الرسمه بتاعتنا الجنين بالاغشيه اللي حواليه، فلازم تبقى راسم على الاقل رسومات المنهج دي كلها مره واحده مثلا على الاقل خالص، عشان بيبقى عليها درجات كتير في الامتحان يعني، فمش سهل. والرسمه مش صعبه يعني، حتى لو انت ما بتعرفش ترسم خالص ارتجل. لو عطلت بقى هتسمع مين؟ انا عن نفسي كنت بحب محمد ايمن، واشتركت برضو معاه في المراجعه النهائيه، وفي برضو دكتور احمد الجوهري، بس يعني انا بحب محمد ايمن اكتر، وانت واللي يريحك يعني. خامسا الانجليزي، ده انا كنت بذاكره في الحمام. انا عارف ان الانجليزي ممكن يكون عقبه بالنسبه لناس كتير جدا، بس انت كازهري ركز اكتر على حفظ الكلمات. يعني انا عايزك داخل الامتحان بتاع اخر السنه دوت وانت على الاقل حافظ الكلمات الاساسيه بتاعت الوحدات اللي عندك كلها. وانا عن نفسي كنت بحفظ الكلمات دي بان انا اقعد اكررها كتير، يعني اكتب الكلمه الواحده اكتر من مره عشان خاطر تثبت في دماغي. ده انا ما بحبش الحفظ، فعشان كده كنت بلاقي صعوبه، فعشان كده كنت بكتب الكلام ده كله في ورقه خارجيه واقعد اسمع كتير. انما لو انت الموضوع بتاع الحفظ ده سهل بالنسبه لك، او انت مثلا ممكن تقرا الكلمه مره واحده وخلاص تثبت في دماغك، خلاص ما تضيعش وقت في انك تقعد تسمع بقى. ده انا في ناس كتير برضو ممكن تبقى زيك، وفي ناس برضو ممكن يبقى الحفظ مش مشكله عندها، فما تضيعش وقت، استغل الميزه دي في صالحك. امتحان الانجليزي كان 40 درجه، خمسه منهم على الجرامر اللي هم 5 درجات بتوع الاختياري، كانوا على 10 اسئله كل واحده بنص درجه. انت متخيل ان انا بقيت الامتحان بقى من قطعه، من مقال، من ترجمه، من قصه، كل ده لازم يبقى عندك حصيله لغويه كبيره جدا، مش كبيره اوفر يعني، على الاقل تبقى حافظ كلمات المنهج. ده غير ان الجرامر يعني نادرا اصلا لما تستخدمه بعدين في حياتك، يعني ركز اكتر على حفظ الكلمات، وطبعا حل اسئله كتير جدا على الكلمات، وبالذات الاسئله الام سي كيو عشان خاطر تثبت الكلمات اكتر في دماغك. هل ده معناه ان انت هتكرف في الجرامر؟ لا طبعا، لا طبعا يا اسطى، ذاكره بس مش بنفس درجه اهتمامك بالكلمات يعني. وبالمناسبه يا اسطى لو الفيديو فاتك بقى حاجه لحد دلوقتي ما تنساش بقى تشترك في القناه والحاجات دي. وفي الانجليزي ارشح لك قناه اسمها فول مارك انجلش لمستر اسمه عبد الحميد حامد. الراجل ده يا جدعان شرحه جميل جدا ومحترم جدا وخلوق جدا، يعني حاجه والله فوق الخيال يعني ما شاء الله عليه. وكان ساعات برضه بينزل حاجات تحلل الازهر والكلام ده، فهو يعني كان مهتم بينا، فربنا يجازيه خير والله. في برضه مس اسمها مي مجدي، انا كنت سمعت لها كام فيديو برضه كان شرحها جميل جدا، فشوف بقى اللي يعجبك. وانا عن نفسي كنت بحل من مذكره المدرس اللي انا كنت معاه، يعني ولا حليت جيم ولا معاصر ولا كل الكلام ده. وجيت في الاخر طبعا حليت كده المرشد، وكان في كتاب كده كان المدرس بتاعنا طبعه لنا، كان اسمه الزتونه تقريبا حاجه زي كده. وحل امتحان السنين السابقه، مش لان هيجي منها امتحان اخر السنه، لا طبعا يعني مش شرط، وممكن يجي بعض الافكار يعني منها، ولكن عشان بس تثبت الكلمات بتاعه المنهج في دماغك. كده تقريبا يعني نكون خلصنا كلام عن المواد الثقافيه، بس تعالى افكرك في السريع كده تتابع مين في كل المواد. عندك في الفيزياء مستر محمود مجدي، كيمياء خالد صقر، رياضه عندك السير الشامي، في الاحياء عندك مستر محمد ايمن، في الانجليزي عندك فول مارك انجلش. طبعا انا ذكرت قناه واحده، يعني في قنوات تانية المفروض تكون كتبتها ورايا، يعني المفروض كان معاك ورقه وقلم وانت كتبت ورايا اللي انا بقوله. بص يا صاحبي، فيزياء كيمياء رياضة، هتجمع كل القوانين بتاعتك في ورق خارجي، تسيبه قدام، مش تسيبه ترميه، تسيبه قدامك، اللي هو انت ايه،
لما تيجي تذاكر رياضه طلع الورق بتاع الرياضه، هتبص في القوانين مش هتبص في القوانين، بس المهم ان الورق ده تحفظ شكله. كل ما تفتح الماده تذاكرها افتح الورق ده بص عليه، انا عايزك تحفظ شكل الورق ده بس. يعني انت مثلا هتبقى قاعد في الامتحان عطلان على القانون، هتلاقي نفسك ايه بتفتكر مكان القانون ده فين في الورق اللي انت كاتبه ده. اه يعني حطه مثلا على مكتب قدامك دايما بحيث ان انت ما تنساهوش. والاحياء اهتم بالرسومات جدا والمقالي، والانجليزي احفظ الكلمات، واهتم برضه شويه بالجرامر يعني بس مش بنفس الاهتمام ده. هانت يا بطل، ما عادش كتير على ما السنه تخلص، ما عادش كتير خالص يا اسطى والله. ممكن تبقى فاكر مثلا لسه في 3 4 شهور على الامتحانات قليلين، هيعدوا في ثانيه. فما ينفعش تيجي دلوقتي وتضيع تعبك اللي انت تعبانه من اول السنه. لو وقعت قوم وكمل، تعال على نفسك عشان صدقني حلمك يستاهل. مش عاوزك تندم طول حياتك انك قصرته. هتندم على فكره، يعني ما تفكرش ان انت ايه تدخل اي كليه تانية وهتتعامل، انت هتتعامل وكل حاجه، بس هتبقى ايه في حاجه، في نقطه سودا كده في قلبك ان انت قصرت. حتى لو لسه في مواد انت ما بدأتش فيها، لسه الامتحان مش بكره. توكل على الله كده وربنا يكرمك. صدقني الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيديو تحفيزي، وهتكلم عن اللي حصل معايا من النتيجه. وصدقني الفيديو هيبقى مختلف جدا عن الفيديوهات التحفيزيه اللي انت سمعتها طول حياتك. ما تنساش برضو تكتب لي تحت في الكومنتات عايز الفيديو اللي بعد اللي جاي يبقى عن ايه، لان انا محتار بين كذا حاجه. فشوف انت اللي انت محتاجه دلوقتي واكتبه لي. ما تنسوش قيام الليل يا شباب. وبكده نكون تقريبا يعني وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. ما تنساش برضه تعمل لي فولو على انستجرام، هسيب لك اللينك بتاعه في تعريف القناه. وما تنساش برضه تشترك في قناه التليجرام بتاعتي اللي بنزل عليها القران. وطبعا لو احتجت اي مساعده في اي حاجه ما تترددش ان انت تبعت لي، انا اخوك الكبير. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.